في ماتش بسمع ماتش الاهلي والزمالك في الباص في الراديو، وكان يوم ازرق اساسا. الاتوبيس عطل بينا وكان يوم يعلم بينا ربنا، وقعدنا طول النهار، قعدنا طول الليل في الشارع في عز التلج والبرد لما نشفنا. المهم اول ما الزمالك جاب الجول التعادل في قناه اون تايم سبورت الراديو، انا لقيت الاستوديو بعمل زي بص النهايص، زي لما الجول بيخش في قهوه وتلاقي القهوه كلها بتقيس. نفس القصه كده بالسنان، بالمعلق، بالطقم، بالمحللين، بكله قناه زملكاويه. بص طراز اول من طراز الاول، قاعدين مستنيين اللقطه والرقده لحد ما الزمالك اتعادل. اصلا في كوره يعلم بال ربنا. انا الشناوي مش عارف عدت منك ازاي عشان نقعد قدامنا شفت كور اصعب من كده، بس ما اعرفش فيه بصراحه. الكوره عملت بند كانها مش عارفين في ايه بصراحه، والكوره دخلوا الجون والتعادل، واتعكن علينا اكتر ما احنا معكنين. متعكن علينا خلقه، وماتش كان رخم وكان رزيق اساسا، لانه ولا كان في كوره حلوه ولا في كوره يمين ولا في كوره شمال. الجماعه الزملكاويه جايين على التيك توك عمالوا بيه شويه بقى ايه، يجيبوا اغاني شعبيه هتخد، وجيبوا ايه من الزمالك مرقص ترقيصه وبتاع، وايه ده ايه. هو انتوا ده الحلمان وحش، الحلمان بجد وحش، مفيش خالص يا جدعان، مفيش. طب احنا عندنا كولر دلوقتي بدأ يألف بجد، بيألف تأليف يعلم بالله ربنا، وخلى ناس ملهمش لازمة مع عمال يتكلموا ويقول لك اصل عمال يتكلموا، هو اصلا مش مصدقين اساسا، مش مصدقين اساسا ان الزمالك ان الاهلي ان هم متعادلين مع النادي الاهلي. اقول لكم على حاجة بقى، خدوا الجديدة، في ناس اصلا زملكاوية من اساسا ما كانش عايزين يتفرجوا على الماتش الاساسي. زملكاوية ما اتفرجوش على الماتش، انت عارفين ليه؟ عشان خايفين اصلا، عشان عارفين كده ان هم هيتغلبوا. نفسهم يتصدق، ما لهم حق ده منزل فرقة قاعد يشجعها بقالنا 15 سنة، الجمهور بقاله 15 سنة يا جدعان شايل التيم وشايل القرن من بيركم، الله يخرب بيكم. مفيش غير ميدو اللي جاب لنا مدرب يجي يمشي مدرب، ايه بقى ده ما فيهوش، ما سابوش، بس يعني ما شافوش، يعني هم ما خدوش غير، يعني ما تلاقوش غير ميدو اللي ياخدوه في جمهورية مصر العربية عشان يخرب بيت الزمالك أكتر ما هو مخروب. وهو أصلا خدام خطأت. واحد يفكر شوية، تجيبين واحد يجيبين مدرب فاشل ويمشي مدرب فاشل.